فاركو، البنك الاهلي، الثلاث فرق دول يا جدعان عملوا منظر فعلا للدوري المصري. فاهم ليه ده؟ محمد شريف جه اللي احنا ماشيينه اصلا ممشيينه، جه لعب عليه اساسي. بيراميدز ما عملوش ولا فرصه ولا فرصه. لا صراحه ما اتفرجتش على الماتش ده، ما عملوش ولا فرصه. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج كوره كاست، البرنامج الامتع الاروع الاعظم على الاطلاق، او احنا بنتمنى يكون كده في يوم من الايام. يا ريس جاهز يا حبيبي انت جاهز؟ جاهز يا باشا. جاهز ماشي. وبكده نبدا اول حلقات البرنامج، وهي اهلا وسهلا بيكم يا شباب. المره دي هنبدا فانتزي. الفانتزي بدات، الناس عملت تشكيلاتها، الناس خلصت تشكيلاتها وخلاص ثبتت الناس بتوعها واللعيبه بتاعتها، وناس لسه ما تعرفش ان الفانتزي بدات خلاص. الدوري الانجليزي هيبدا يوم الجمعه الجايه اللي هو يوم 15 ان شاء الله، فاللي ما عملش الخطه بتاعته يعملها، واللي عملها يستفيد من اللي احنا هنعمله. عملت ايه يا ريس؟ عملنا التشكيل. تشكيله جامده ولا زي كل سنه؟ جدا جدا. جايب مين؟ لا جايب شويه ناس كده ايه جمال قوي يعني. جمال مين؟ زي حافظ اكيد يعني. جايب حارس مرمى اسمه بيرتوز. ليه بتاع استون فيلا؟ ايوه هو ده. لا ده انا جايب بص تشكيله، بس انا مشكلتي ان انا عامل تشكيله غريبه شويه، ان هو انا عندي خط النص واقف على فرقتين مثلا، اللي هو ليفربول ومانشستر سيتي. بس ده ريسك بجون كده، انت خلاص ما بقول لك، نفسك. انا بقول لك الفكره ان انا هقول لك على التشكيل، يعني انا هقول لك تشكيلتي والشباب يطلعوها على على الشاشه. انا جايب رايه تمام جون. انا عارف انت مش مقتنع برايه، مع ان انا ارسنالاوي، بس انا الموسم ده مختلفين يعني، بس ماشي يلا. انا جايب رايه، جايب جيهي كريستال بالاس، جايب فان ديفين ده بتاع توتنهام، وجايب كونسا. ماشي. ودول اللي هلعب بيهم. عندي بقى خط النص جايب عيال كويسه قوي، بس الفكره ان انا لو الشباب ما عملوش حاجه، انا جايب 2 من ليفربول صلاح وفيرتز، وجايب 2 من مانشستر يونايتد امبويمو وكوني. انت معكش فلوس بقى خلاص كده، خلاص كده خلصت فلوسك كده خلاص. وجايب بالمر كمان. يا باشا ده انا مدلع خالص خلاص. وجايب قدام عندي بيتو بتاع ايفرتون. ماتشاته سهله، اول 4 ماتشات سهلين، فانا جبته وهو يعني بيسلك نفسه. وجايب جواو بيدرو انا شايف ان هو من المهاجمين الرخاص اللي ممكن فعلا يأدي كويس جدا جدا جدا، وخصوصا ان الفرقه بتاعت تشيلسي حاسس ان هي هتنطلق الموسم ده كويسه جدا. انا مش من الناس اللي بتحبذ الطريقه اللي انت بتعمل بيها دي، لو انا قوي خط واسيب الخط الباقي كله ضايع كمهاجم ودفاع والكلام والله انا ساعات بتمشي. هي بتيجي ساعات بتيجي. لا انا مش مع الطريقه دي. انا بحب احط مثلا مهاجم سوبر. تمام. بحب خط النص يبقى فيه 2 سوبر بس الباقي عادي. بحب في خط الدفاع برضو يبقى فيه على الاقل مدافع سوبر. مشكلتي ان انا ما بعتمدش على خط الدفاع خالص. يعني انا مشكلتي الجون بتاع خط الدفاع ده الوحش. انا بجيب العيال اللي هي الرخيصه اللي ممكن تأدي في خط الدفاع. يعني انا مثلا جيهي جايب انيا بتاع سيتي. لا الواد انيا بتاع اللهم صل على سيدنا محمد. بتاع مين؟ اينا ومتروفيتش ملينكوفيتش بيلعبوا فين؟ يا نهار ابيض. نوتنجهام فورست. انيا جايبه ده ب5، ده اغلى واحد عندي في الدفاع. ده السوبر عندي. لا لازم يبقى فيه مدافع سوبر، مدافع النقط بص انا كنت عايز اجيب مين، اللي هو الواد ايات نوري بتاع اللي راح السيتي ده لازم. كنت عايز اجيبه، بس قلت لا انا مش هغامر في المدافعين. خلينا نلعب على اسمه. لا هو بص التشكيله لازم يبقى فيها نوري بتاع السيتي، ولازم يبقى فيها فريمبونج بتاع ليفربول. جبته بيطلع ده ريسك قوي يا جدعان. لا بيهاجم ريسك قوي يا جدعان، بيطلع وبيشوط وبيعمل، فلازم يبقى مهم لان الدفاع دلوقتي بياخد بونص عاليه. ما هو الدفاع الجون بتاعه ب6، بس انا مشكلتي معاه ان هو الجون بتاعه بيضيع البونص بتاعه الا ب4. طيب عادي مش مشكله. هو ريسك لازم تاخد ريسك. لازم ريسك. ماشي. واللعيبه يعني مش غاليه، ما انا عشان اجيب لعيب سوبر في خط النص انا عايز اجيب 10. فريمبونج عندك ب6. طيب ماشي. ايه المشكله؟ ما هو مشكله ان هو يعني ماشي. انت ندفع مثلا في لعيب صلاح دلوقتي بتتكلم في رينج 14 ونص باين غالبا 14 ونص غالي جدا. انا شايف انه رقم كبير جدا. يعني دايما كده بقول لك في لعيبه اسمها نو ريسك. يعني صلاح نو ريسك، ما هو لعيب هيلعب يجيب جون، هيعمل اسيست، بيطلع له بحاجه، انت فاهم، بيعمل نوش، بيطلع بخناقه كده. السنه دي انا شايف ان هو مش هيعمل الارقام اللي عملها السنه اللي فاتت.
دي وجهه نظري. الفرقه لا بص، التكتيكيه هو مختلف شويه. انا مع اختلافاتي الشخصيه معاه، انا ما بحبش صلاح يعني بالمواقف بتاعته اللي بيعملها دي، فخلينا بعيد عن المواقف دي. تمام. انا بحب صلاح، بس هو لعيب بيعرف يلعب ازاي، بيعرف بيجيب يوظف، هو خلاص حفظ بيوظف الدوري. نفسه صح، بيعرف يجيب اجوان، بيعرف يعمل اسيستات، بيعرف يعمل كل حاجه الصراحه. مع اختلافاتي الشخصيه معاه، بس هو يعني لعيب مجرم يعني، بيخش الخناقه بيطلع. هو انا بقول ايه، هو ما عندوش صلاح مش الامكانيات، مش اللعيب المهاري السوبر يعني. أيوة بس ماشي. هو حافظ خلاص الكوره، حافظ أيوة. الدوري الانجليزي، بيتمركز حافظ صح، الديفوهات بيطلع بتاعت صح. اللعيبه، بيطلع يتحرك صح، والفينش بتاعه اتحسن جدا، فالموضوع بيعمل معاه ارقام كويسه جدا يعني. هو صلاح يعني معودنا ان الكور الصعبه جدا اللي بتتجاب ان هي بالنسبه له عادي. فصلاح بيعرف يجيب اجوان كويس جدا، بيعرف يريح نفسه، بيعرف يوزع مجهوده، وبيعرف يعمل كل حاجه في الكوره. ف 14 ونص انا شايف ان هي مش خساره فيه يعني. بس فصلاح من اللعيبه النو ريسك بالنسبه لي يعني. واظن ان هو اللعيب الوحيد اللي نو ريسك في الموسم ده يعني. لسه ما الموسم ما بدأش، بس انا شايف ان هو اللعيب اللي نو ريسك الموسم ده هو صلاح. انت شايف مين اللعيب اللي نو ريسك ان انت تجيبه وتدفع فيه فلوس وكده كده هيعمل نوش؟ هيعمل نوش. انا بالنسبه لي اللعيب اللي هيعمل ارقام مفاجاه بالنسبه للموسم جوريسكا، مهاجم الارسنال. ده لعيب هيعمل ارقام مهوله السنه دي، كميه الفرص وكميه الهجمات اللي كانت بتتعمل للارسنال ده اللي هيحولها جوان. هيبقى مفاجاه بالنسبه للناس، ومش غالي ب9. ماشي، ده ما جربناهوش. انا بتكلم على اللعيب اللي فعلا لعب الدوري يعني. مثلا كانت من اللعيبه النو ريسك السنه اللي فاتت كانت هالاند بالنو ريسك، بس جاي الموسم اللي راح خلاص اتصاب. ايوه ضاع. فكان صلاح وكان هالاند تمام. فانا شايف ان صلاح هو الوحيد اللعيب النو ريسك، لسه ما جربناش ولا حد من اللي فات. فانا شايف ان هو انت بتتكلم على لعيب مضمون بالنسبه للفانتزي يعني، وشغال بالنسبة واستمراريه أيوه. والكلام ده كده. هو لعيب استمراريه من الموسم اللي فات واللي قبله واللي قبله، هو شغال دايركت كده. هو ارقامه كويسه جدا، بس انا مش عارف الارقام السنه دي هتبقى مختلفه شويه. مش انا عارف ليه. اتمنى والله. بص، هو مع بدايه اول جوله يا مستر محمد هتلاقي الدنيا ايه، الوايلد كارد على طول. الوايلد كارد هتلاقي كله طلع الوايلد كارد وغير الفكر كله بتاعه. بس فيعني انا شايف دول انا لو جبت هالاند اصلا وصلاح في الفرقه خلاص ما بقاش حد موجود. ما هو 30 مليون خلاص راح، خلصت خلاص. لا بس انا على فكره انا عامل تشكيله حلوه قوي والله. انا انت معتمد على يونايتد قوي كده؟ ما اعرفش والله. اصل الشيخ مبويبو يا باشا كان عامل قلق اصلا في برينتفورد السنه اللي فاتت. ما دي خطه بتختلف ومدرب. فانا السنه دي ما هو جاي في فرقه ما يعني المفروض هي 17 السنه اللي فاتت، بس 16 السنه دي هتلاقيها مبدعه ان شاء الله. وكونيا كان عامل دور جامد قوي مع وولفر السنه اللي فاتت. انا اتمنى ان شاء الله ان هم يأدوا يعني. بس فانا جابوا كمان جابوا مهاجم جديد كان اسمه ايه؟ هو اسمه ايه؟ سيسوكو. سيسكو. جابوا سيسكو مهاجم برضه، غيروا خط الهجوم، متغير كله يعني. نتمنى والله نتمنى. بس انا مش عارف بقى هل هيلعبوا العيال دي مع بعض؟ الثلاثه هيلعبوا لازم، مفيش حد اصلا في الفرقه. ما والله مفيش حد، كله هيمشي، مفيش حد هيلعب. ولا الواد هويلاند ده خلاص المفروض هيمشي اصلا والله. هو مشي، مش عارف. والواد بتاع الارجنتين اسمه جرناتشو ده راح تشيلسي خلاص رايح تشيلسي يا شيخ. خلاص بيمشوا خط الهجوم كله ماشي يعني. ماشي. نيجي بقى للفقره بتاعتي المفضله، وهي سوق الجمعه للكلاب البلدي. سوق الجمعه للكلاب البلدي هي عباره ان انت بتشوف ارخص لعيبه ممكن يأدوا ويجيبوا فرص وجوان او اسيستات للفرقه بتاعتها. انت شايف مين؟ انا عندي 3. انا شايف ان هم فعلا يعني رخاص فعلا، وممكن يعملوا قلق. هي الفكره ان التسعير دلوقتي بتاع الفانتزي بقى غالي، الارقام بقت ما فيش حد اللي هو الاربعه والاربعه ونص ده، ما بقاش مش كتير. اغلبيه ماشي بقى. اللي هيعمل ارقام هتلاقيه اغلى من كده. اللي هيعمل فرص اكيد ويجيب جوان او يجيب نقط او يجيب ارقام هتلاقيه اغلى من كده. 6 والكلام ده كله. لو انت بتتكلم مثلا انا جايب حارس مرمى اسمه بيزوتا، ده حارس مرمى مش ما اعرفش عنه حاجه اصلا. مارتينز اتصاب صح؟ مصاب فهيلعب مكانه. ريسك. شوف ريسك هيعمل ايه. ممكن ماشي. اصله 4.5 برضه مش غالي بالنسبه للفانتزي، مش غالي يعني. ماشي. وممكن يلعب فعلا ويأدي. ممكن خيار، لان مكتوب يعني انا جايب الواد كيلر بتاع ليفر. لا كيلر حارس المرمى. لا ما راح برنتفورد.
بتاع برنتفورد جايبه وبس معمول عليه اصفر. تعبان عنده نكه، عنده نكايه كده، فانا تعبان. ممكن اجيب بيزوت ده نشوف الدنيا ماشيه معاه ازاي. انا بالنسبه لي الواد اللي هو في واد اسمه مالين بيلعب في استون فيلا، جاي من بروسيا دورتموند على المعد ده جاب السنه اللي فاتت. جاي، والواد ده ممكن يعمل اسيستات وممكن يعمل جوان حلو قوي يعني. الواد وب5.5 الواد ده وارد. الواد ده حلو وارد. والواد الناس اللي فعلا ناس مش داريه بيه، الواد تيجاني رايندرز بتاع السيتي اللي جاي من اي سي ميلان. طبعا ده قوي. الواد ده حلو طبعا. بس وب5.5 بس ما تعرفش الاقرع هيعمل معاه ايه. هيلعبه اصلا ولا مش هيلعبه؟ بس هو هيلعبه. لا هو ما عندوش بديل غيره انه هيلعبه. ده جامد قوي الواد ده. انا متوقع له انطلاقه كويسه، بس لو لعب فعلا الواد ده جامد جدا. انا كنت بتابعه في اي سي ميلان، الواد ده رهيب. وفي لعيب خط نص هو غالي متوسط يعني، كان محطوط مهاجم والسنه دي خط نص وهيعمل ارقام حلوه قوي. انا متيقن يعني مرموش هيلعب وهيأدي وهياخد ارقام كويسه الموسم ده. والله انا اتمنى، والله يعني انا اتمنى جدا ان مرموش يتألق. بس هو اللي انا قلته السنه اللي فاتت واللي انا بقوله السنه دي ان هو عنده مشكله مع جوارديولا. هو جوارديولا زي ما احنا بنتكلم، هو عايزك تنفذ الخطه بتاعتك بس بتاعته. أيوة. بس ما تطلعش بره الاطار. يعني حتى اي يعني حد عايز يعمل حاجه كرييتيف، حد يرقص، لا انت اللي انا بقوله لك الخطه بتاعتي تنفذها بس. ايوه. ودي مشكلته مع الاقرع ابن الاقرع. دي والله العظيم. فهو لا بس هو السنه دي هيبقى مختلف وهيأدي ويعمل اتمنى والله هيعمل ارقام كويس. اتمنى هيبقى يعني. مفاجاه. اتمنى هيبقى مفاجاه السنه دي. هو سعره رخيص جدا واتحط خط نص دلوقتي. هو بيلعب مهاجم فهيعمل ارقام حلوه. وفي واد اللي هو بتاع تشيلسي اللي راح ساندرلاند، اسمه حاجه باز كده. باز. جوي باز. الواد ده برضو ب4.5 كده، وممكن ايه تريكايه كده هتلاقيه ايه عامل. بصوا عامه في الفرق دي كلها كل موسم ما بيطلع الثلاث فرق اللي بيطلع منهم يعني مثلا عندك ليدز هتلاقي فيها لعيبه، بس لسه ما نعرفهاش، بس كاسماء لسه مش هتلاقيها منتشره يعني. اول جوله تاني جوله هتبدا تعرف الناس دي هتلاقي يعني. الدنيا تمام. وهتلاقي اللهم صل على سيدنا محمد الواد روجرز ب7. طبعا الواد ده بس هو مصاب عامه، ما حدش يجيبه في الاول. مصاب والله غالبا صليبي، غالبا الموسم انتهى يا راجل. في الماتش التحضيري الاخير يعني يا شيخ. فاي حد مكانه في هو ب7 يعني. هو مش رخيص قوي ولا غالي قوي، بس الواد ده يعني عامل موسم قوي السنه اللي فاتت. انا اجيبه ولا اجيب نيتو بتاع تشيلسي؟ لا ممكن نيتو بس طبعا. طب بس روجرز حلو يا جدعان برضو. اصل بص نيتو في ناس كتيره معاه، انما ده مفيش حد بينافسه. هو مالن هو مفيش روجرز خلاص. روجرز بيلعب في ويست هام صح؟ روجرز بيلعب استون فيلا. استون فيلا مع مالن ماشي. فيعني انا شايف ان هو كويس ماشي. عندك حد تاني في يعني تحطه في سوق الجمعه ولا من الكلام؟ سوق الجمعه. لا انا شايف ان هو في اختيار حلو اللي انت واخده بتاع كونيا بتاع يونايتد. كونيا حلو، وانا شايفه ان هو يعني لعيب هجام، وامبويمو معاه هيسهل له الدنيا. انت عارف لما لعيب بيبقى سارق منه مدافعين ولعيب سارق منك مدافعين تاني، فمبقاش النظر عليك كله، فاهم قصدي؟ بيبقى سهل عليك التحرك. لا هو هيعمل ارقام كويسه وهيأدي هيأدي كويس، هيعمل موسم حلو. هنشوف ان شاء الله. وعندك حد تاني؟ لا ما اعتقد. في ممكن في الهجوم ممكن الناس تاخد بالها. ما قلناش هجوم صحيح. الهجوم ممكن ماتيتا. الواد ماتيتا بص متألق وقوي وكل حاجه، بس بيخذلني فما جبته. حظك وحش معايا. بس هو لا حظي وحش معاه السنه اللي فاتت. سعره رخيص جدا. حلو هو حلو وكل حاجه حلو. انا بالنسبه لي برضه في سوق الجمعه الواد بارنس بتاع بيرلي. الواد ده حلو قوي وهداف والله. وده ب4.5 حاجه كده. سوق جمعه اخر يعني. جايبها لكم من تحت خالص. الواد بردس حلو وانا جايبه كده احتياطي. انا شايف والله اللي ممكن يأدي. انا الواد جواو بيدرو سعره رخيص وكويس جدا. ده اكيد لازم يبقى في التشكيل. ده لازم يكون في تشكيلتكم يا جدعان. جواو بيدرو فظيع وسعره مش غالي خالص يعني. انت فاهم مش هيأثر في تشكيلتك في حاجه. تاني حاجه ان هو الفرقه بتاعت تشيلسي هتفوق السنه دي، فوقها حلوه قوي قوي يعني. وخدوها مني
كلمه ربنا يستر. والواد بيتو زي ما انا قلت لكم انا بتاع ايفرتون ماتشاته الاولانيه 4 ماتشات سهلين جدا ممكن يتالق فيهم وهو بيجيب اجوان سهله. هو يعني. بيبو شاسيه حلو، انا بقول عليه بيبو. بيبو شاسيه حلو. انت بتقول عليه بيبو. ماشي يا جماعه. وبكده نكون هنا فقره الفانتازي ونخش على فقره الكره المحليه يا جدعان. هتبقى بسيطه جدا لان لسه ما فيش الا جوله واحده بس اتلعبت في الكره المحليه، بس عندي شويه كلام كده عايز اقوله. ومحمد برضو هيكون عنده اراء كده معينه، فانا عايز اسمع رايه في الماتشات بتاعت الاهلي والزمالك اللي فاتت، وانا عندي كلمتين كده عايز اقولهم، بس انا اسمع كلامك انت الاول. كلمتين؟ والله في كلمتين كده بس عشان هي اتقالت كتير، بس انا لازم اقولها يعني. لا هو الدوري السنه دي هيبقى مختلف. الزمالك الصراحه الزمالك عمل صفقات حلوه صراحه. جون ادوار عمل فرقه من ما فيش صراحه يعني. حتى في فلوس وجابوا تصرفوا فلوس مفيش مشكله، بس عملوا فرقه. وجود الزمالك في الدوري بالكفاءه دي حاجه حلوه. ماشي. القوه دي حاجه حلوه للدوري. احنا لسه بدايه اول ماتش بس. لا الزمالك هيبقى شكله كويس، مش حكايه منافسه هياخد مين ياخد الدوري ومين ما ياخدش، ده لسه بدري، ده طبيعي عادي، ما عنديش مشكله. بس المنافسه تبقى كويسه بوجود الزمالك، هيبقى فيها وجود بيراميدز والاهلي وسيراميكا والمصري والفرق دي كلها يبقى في منافسه، يبقى الدوري شكله حلو. هي الفكره زي ما انا قلت الفتره اللي فاتت او كنا بنتكلم او بندردش مع بعض ان الدوري المصري بقى شكله حلو في وجود فرق قويه زي سيراميكا بقت قويه جدا طبعا. وبتنافس حلو. فاركو، البنك الاهلي، 3 فرق دول يا جدعان عملوا منظر فعلا للدوري المصري. أيوة. بقيت بتلاعب فرق تخاف فعلا ان هي تخطف منك نقطه. ايوه يعني انت بتلاعب فرق فعلا بقت قويه، بقت ليها شخصيه، بقت فرق فعلا بتنزل بتنافس معاك. هم اللي غيروا الدوري السنه اللي فاتت. ده حقيقي. هم دي الفرق اللي غيرت الدوري السنه اللي فاتت. ده حقيقي فعلا. يعني الفرق اللي وقعت بيراميدز السنه اللي فاتت واللي وقعت فرق كبيره هي سيراميكا وفاركو والبنك الاهلي. ايوه فعلا ده حقيقي. ده فرق بجد والله العظيم. شابوه 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 فعلا للفرق دي. الفرق فعلا ادت يعني فرق شركات، بس ادت طعم للدوري المصري. خلت فيه منافسه. طبعا خلت فيه ان فعلا في تخاف تلعب فرقه زي دي تخطف منك نقط. مظبوط. بس فديت جملتي على الفرق دي. كامل يا باشا. لا هو الدوري المصري هيبقى حلو السنه دي، انا دي وجهه نظري. بعيد عن اي حاجه، هو لازم يبقى فيه منافسه بالطريقه دي. لازم يبقى فيه منافسه، ما يبقاش فيه الاهلي بس هو موجود او بيراميدز بس موجود. انا متوافق. لازم كل الفرق، حتى لو انا بشجع اهلي او بشجع اي كان بشجع الاهلي بس لازم يبقى فيه منافسه في الدوري عشان الدوري يبقى حلو، عشان نتفرج على كوره. ده حلاوته ان هو زي ما بقول لك الدوري يعني. ان انت يكون في فرق فعلا بتنافس. النقطه الثانيه ماتشات الزمالك والاهلي وبيراميدز استعادل وحصل منه طرد والكلام ده كله. ماتشات الجوله دي الجوله اللي فاتت دي الزمالك فاز. الاهلي اتعادل برضه. ايه رايك في الماتشات وشكل الماتشات عموما؟ بص هي كبدايه موسم ده طبيعي وده متوقع والكلام ده كله، بس انا عندي كونسيرن على الاهلي حاجه واحده. انا عندي 5 محترفين، مفيش غير محترف واحد فيهم اللي في الملعب. ايه ده جديد عليا. دي النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها. دي غريبه قوي بالنسبه لي يعني. 5 في واحد بس في الملعب. ناس كتير اتكلمت في النقطه دي وده اللي انا كنت عايز اتكلم فيه. طب خلاص يا عم مشيهم وخلاص يعني، مش محتاجهم، مش عاجبينك او ديانج ده عندك فيه مشكله معاه مشيه. الراجل كان بيقول لك انا همشي. لا انا عايزه. فعلا نقطه غريبه جدا ان يكون عندي 5 محترفين و4 منهم على الدكه. انا عندي مشكله جدا ان جراديشار ده ما بيلعبش اساسي. انا مش فاهم ليه. ده محمد شريف جه اللي احنا ماشيينه اصلا ممشيينه جه لعب عليه اساسي. انا ما بيلعبوش ليه اساسي؟ هل الواد ده الكواليتي بتاعه مش عالي؟ هل هو مش كويس فعلا ولا احنا بنشوف حاجه تانية؟ بس ان احنا كل الناس شايفه ان هو كويس، خامه كويسه. الواد ده كويس جدا وبيلعب كره سهله. يعني انا من السنه اللي فاتت بقول ان جراديشار بيلعب كره سهله، وده على فكره مش بيحبوه في الدوري المصري. يعني ايه ما بيحبوش؟ والله ما بهزر. في حد بيلعب كوره ما بيحبش لعيب بيلعب كوره سهله. في ناس ما بتحبش الكوره السهله اللي هو لا عايزك ترقص وتعمل وتجيب وتعمل الحطه والجو ده. لا جراديشار كوره اهي، بص تعالى خد شوط. هو ده اللي ايوه هو ده اللي بيعمله. في ناس كتيره ما بتحبش ده، بس فعلا جراديشار لعيب كويس جدا ولعيب فظيع ان هو يخلق لك فرص من ما فيش. طب ما ده يدل ان هو لازم يلعب اساسي. ما انا عارف، ما انا بتكلم لازم يلعب اساسي. وعندي ديانج ده لازم يلعب اساسي، ما يطلعش من الملعب. انا جايب اللعيب ده بياخد بفلوس بالدولار عشان يلعب اساسي. حتى مين لازم يلعب؟ المدرب لازم يبقى فاهم اللعيب ده عامل ازاي. انا برضو انت عندك كونسيرن على اشرف داري، بس انا
بس انا شايفه انه لعيب فعلا ينفع هو يلعب. بص هو لعيب محترف فلازم العبه. خلاص هو موجود عندي لازم العبه. ما انا لو بتكلم انا مش في كده. هستفاد منه يبقى مشيه بقى دي النقطه. ده لازم. ده بص ياسين مرعي جه لعب عليه اساسي. مش عارف مين جه اللي كان جاي من زد الاشول اللي كان اسمه ايه؟ شكري؟ لا هو كان اسمه ايه الاشول اللي جاي من زد؟ ايه اللي جه الموسم اللي فات. الواد ده العش جه لعب اساسي عليه. فالناس دي كلها بتلعب على اساسي. هو عنده مشكله. طب هو مش كويس خلاص نمشيه. هو اتصاب الفتره اللي فاتت برضه يعني. سليم يا عم موجود سليم. لما اتلعب عليه كان مصاب ماشي بس هو موجود سليم دلوقتي. هو دلوقتي سليم المفروض يلعب اساسي. ده ما لعبش ولا شارك ولا عمل اي حاجه. لعب تمام. انت فاهم ازاي؟ وعندك تشكيلات والمدرب برضه بيعمل حاجات غريبه قرارات غريبه في الملعب. تغيير مراكز اللعيبه. الباك الشمال بتاعك تطلعه من النادي. انا الصراحه انا كنت مسافر فاتفرجت على الملخص بتاعه وكنت متابع شويه وانا في المطار فما اتفرجتش غير بعد ما الماتش خلص. فانا شايف فعلا 3/4 فرص الاهلي كرات عرضيه. ايوه كلها عرضيه. زيزو يعني 3 كور يعني حتى الكره اللي جت في العارضه كانت اوفر من زيزو. يعني فين الاختراقات فين بص عايز اقول لك على حاجه. هي دي حاجه حلوه الاهلي حاجه جديده على الاهلي. ماشي العرضيات تبقى مظبوطه والتمركز بتاعك كويس. بس مش هتعتمد على ده بس لا يعني مش هينفع طبعا. لا طبعا انا بقول لك ده اوبشن كويس بالنسبه لك استغله. ما انا بقول لك فرقه تستغله مش حاجه حلوه على ده بس انا شفت 3/4 الفرص اللي جت للاهلي هي كلها عرضيات كلها عرضيات من زيزو. ايوه ودي حاجه حلوه. هو اللي عامل الاسيستين. هو اللي عامل الاسيستين جوان وهو اللي في كوره جت في العارضه بتاعه محمد بن رمضان كانت من زيزو برضه. من زيزو برضه. بس يعني انت مش هتعتمد على الكور دي بس. وكرة شوطه جت من تريزيجيه كده طايشه لايشه بس انا عايز بس حد يتكلم على تريزيجيه يقول له انت جاي تلعب معانا ولا جاي تخلص كوره هنا. بس انا عايز حد يقول له كده. بس لو جاي يخلص كوره يعرفنا. انت عندك برضه كونسيرن على تريزيجيه يعرفنا. انا شفتلوش صراحه الا الشوطه دي. انت شفت تريزيجيه من 4 ماتشات لعبهم في الاهلي من ساعه ما جه شفت له حاجه؟ ما هو الفكره ان هو يعني الماتش اللي هو جديد على الاهلي. لا جديد على الاهلي. لا مش جديد على الاهلي. المفروض حافظ الاهلي ويعرف يخش ازاي. لسه الدوري ما بداش يا يحيى يعني. انت خليك بحكم عليه انا ظالمه. محمد بن رمضان ده لعب ماتش ثبت نفسه. من اول ماتش ثبت نفسه. لسه الدوري ما بداش. بس انا زي ما قلت لك كده هو التحفظ اللي عندي ان انت عندك محترفين كتير قوي ومحترفين جامدين جدا وما بتنزلش منهم ولا حد. يعني ديت حاجه غريبه قوي يعني. ماشي انا ما عنديش مشكله. دي خطه وفكره وانت ماشي باوبشن معين والكلام ده كده. بس دوس. انا عايزك تكسب الماتش في الاخر. فوز. اكسب الماتش. وريني انت بتعمل الكلام ده كله وانت كويس بس تكسب الماتش في الاخر. ماشي يعني ده الاهلي. بيراميدز طبعا الحماسه الزياده اللي بيخشوا بيها والثقه اللي داخلين فيها فهم اتفاجئوا من فرقه واقفه على رجليها. وادي دجله فرقه حلوه قوي 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 مع الشيخ المدرب بتاعهم اسمه الشيخ. عامل فرقه حلوه قوي. انا اتفرجت على الماتش ده. تكتيك حلو قوي. الخطط بتاعته حلوه. تحركات اللعيبه حافظه. لعيبه فاهمه بتعمل ايه. مش لعيبه بتلعب مش بتلعب عشوائي. اللعيبه ما بتلعبش عشوائي خالص. اللعيبه بتتحرك صح. اللعيبه بتضغط صح بتقفل صح. حتى بيراميدز اتفاجئ من مستوى الفرقه من الاخر كده. هو فاكر فرقه جايه من الدرجه الثانيه. خد كشاف. اتفاجئ ان الفرقه بتلعب حلو والفرقه ضغط عليه. ده الفرص بتاع وادي دجله بيراميدز ما عملوش ولا فرصه. لا صراحه ما اتفرجتش على الماتش ده. ما عملوش ولا فرصه. فدي تفرق من الفرقه. وبيراميدز انا عندي مشكله على المدرب بتاعهم ده. لازم يحصل له موقف. لازم يبطل كلام. هو ده من بقاله موسم لازم عفرطه. يعني اللعيب بتاعك كل ما بيلعب اللي هو على الخط يعني الكارت اللي عمل فاول خبط اللعيب وخد طرد خارج ساكت. اللعيب المفروض يتنرفز. لا اللعيب ساكت. انت عمال تتنط وتعمل وتتنفس. ده مش صح اصلا. انا لازم الحكام تاخد اكشن معاه. انا وجهه نظري لازم الحكام تاخد اكشن معاه. يديله انذار هيسكت. يطرد مره هيسكت. هنشوف لازم يحصل كده. الفترة الجاية هتبقى عاملة ازاي؟ طبعا احنا مش هنتكلم كتير في المحلي لان احنا لسه بادئين ولسه اول جولة وان شاء الله نشوف الفترة الجاية هتبقى ماشية ازاي. بس زي ما بقول لك كده الاهلي لازم ياخد اكشن. الادارة لازم تاخد اكشن بحيث ان نشوف ايه الغلط. مودرن سبورت مش الفرقة القوية يعني. احنا ما عندناش حلول هجوم. عندنا حلول هجومية كبيرة قوي بس انا مش شايفها في الملعب. يعني انا عندنا حلول قويه جدا. عندنا محترفين اقوياء جدا. عندنا فرقه تي سكواد قوي جدا. بس انا مش شايف حلول في الملعب غير العرضيات بتاع زيزو. فلازم الاداره تشوف حل في الفتره الجايه دي عشان نشوف مستوى كويس خلال الفتره الجايه للاهلي. عندك كلام تاني في المحلي؟ لا خلاص. وبكده نكون خلصنا كلام في فقره المحليات ونخش على
نخش على فقره الكره العالميه. الكره العالميه طبعا مفيش ولا دوري من الدوريات بداوا لسه، بس احنا هنخلي الدنيا توقعات شويه. يعني احنا هنتكلم دلوقتي مع كابتن يحيى، هنشوف توقعه ايه للدوري الانجليزي، دوري اسباني، دوري الماني، ايطالي. انا توقعي مش اللي هياخد الدوري ايه، بس توقعي الفتره الجايه ان مانشستر هيعلى في خلال الدوري ده. يعني هيبقى ثالث. مانشستر يونايتد هيبقى ثالث، تاني، رابع، في الاول الخامس، مش هيبقى ال 17 ده هياخدوك هناك في مانشستر. الجمهور بتاعهم مش مقتنع بكده اصلا. انا بقول لك ان مانشستر هيبقى فيه فرق، هيعمل فرق الفتره الجايه الموسم ده، يعني الموسم هيبقى ده مختلف يعني. بلس ان تشيلسي هيعمل حاجه برضو. يعني انا شايف الاثنين دول هم هياكلوا الجو او الشو، مش عشان هم هيبقوا الاوائل او الكلام ده كله، لا عشان هيعملوا موسم قوي او كويس بالنسبه للدوري الانجليزي. توقعاتي ايه الدوري الانجليزي؟ ممكن انا اتمنى، انا مش بحب ليفربول، فممكن اقول انا عايز ليفربول يبقى الاول لانه دعم فرقته كويس السنه دي. ومين تاني مثلا؟ ليفربول، تشيلسي متوقعه، ارسنال ممكن يعمل حاجه مع المهاجم الجديد اللي انتوا جايبينه العيال ده اللي انت قلت لي هيعمل حاجه اما نشوف. هيبقى هداف الدوري السنه دي. يعني انا هقول 5 ماشي. تمنيات طبعا. ليفربول، تشيلسي، مانشستر يونايتد، ارسنال، سيتي. ده منافسه. ده سيتي جوارديولا لو سمعك ده لو سمعك ده عيان، ده لو سمعك هياخد الدوري من اول جولتين. لا السنه دي هيبقى الموضوع منافسه قويه قويه قويه. ليفر عمل فرقه جديده خالص، والسيتي على فكره عمل فرقه جديده. المنافسه هتبقى مختلفه، وتشيلسي عاملين فرقه سكواد حلوه قوي 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 قوي، وتوتنهام عاملين تغيير في الهيكل خالص بتاع الفرقه، جايبين صفقات حلوه قوي برضو. بس انا بقول لك اللي هياخد الدوري السنه دي اتمنى ده هو ارسنال، لان ما فيش حلول تانية غيره انه ياخد الدوري السنه دي. ارتيتا خلاص احنا جبنا اخرنا يا باشا. هو لازم هو، والتاني السيتي. الليفر مش هيبقى في الاول 2. انا عايز اقول لك ان السيتي هيبقى في البلاله السنه دي. طيب انا بقول لك هو السيتي هيبقى بدل هو نايم كده، لا هو هيبقى التاني تاني تالت الكلام ده كله. الليفر تالت، تشيلسي الرابع. تشيلسي التوقع بتاع كاس العالم ده مش هيمشي معاهم في الدوري، مش هيعملوا كده في الدوري، مش هيعملوا الارقام اللي الناس مستنياها في الدوري. هتشوف. انا شايف ان هم الموسم ده هيعملوا حاجه قويه، وحاسس ان هو التيم بتاعهم عنده روح، وجواو بيدرو هيأدي معاهم قوي جدا في التيم. كان ناقصهم فعلا جواو بيدرو ماشي. الفرقه ناقصها لعيبه، بس انا بقول لك لا، الفرقه مش هتشيل حاجه، مش هتعمل حاجه. توقعات كلها توقعات وتمنيات. خد راحتك في التوقعات يعني. الدوري الاسباني والله انا ايوه عشان طبعا انا عايز ريال مدريد طبعا، بس هم مفيش الا 3 فرق بس، هو ريال مدريد، برشلونه، اتلتيكو. يعني انا اتمنى ريال مدريد، مع انه عامل موسم تعبان، والواد فيني تعبنا كلنا. والله العظيم. من ساعه البالون دور وهو نفسيته في الزيرو، اداؤه في الزيرو. بس نتمنى ان هو نتحسن الفتره ديت، دعمنا الفرقه بشويه لعيبه. مش دول طموحاتنا، لانك انت يعني عندك خط نص دفاع ضايع خالص. انت دعمت، جبت هويسن، جبت كاريراس باك شمال، جبت ارنولد، جبت ما انت عملت خط دفاع اهو. ماستانتونو. انت عندك عايز خط نص مدافع يا يحيى، عايز خط نص مدافع. ما عندكش حد زي كازيميرو، ما عندكش الناس دي، ما عندكش حد زي كروس. عندك تشاوميني يا باشا. تشاوميني مين؟ الله يرضى عنك بس، الله يهديه. فانت فعلا انت محتاج دول بس، مش محتاج حد تاني. هي على طول ريال مدريد خط نص، وبعد هو ما فيش خط نص يبقى خلاص ما فيش ريال مدريد. ما عندكش، لا عندك الكروس ما جبتش بديله، عندك كازيميرو ما جبتش منديله. ما تقوليش تشاوميني مش مأدي. لا كواليتي مختلف فعلا. أيوة، هو لعيب مختلف تماما خالص يا جدعان. حتى بيقول لك انه مميز بالشوطات، ما شفناش شوطه عدله منه. يعني الشوطه اللي بتيجي في عارضه والكلام ده، وتطلع على استحياء منه. فانت يعني انا اتمنى ان هو السكواد يكون كويس. ان برشلونه زي ما هي، وضافوا عليها البرنس راشفورد وجارسيا، جبنا حارس جديد. وجارسيا. يعني ما فيش اللي هي تدعيمات اللي تقول ان هي عندنا ازمه هو اصلا. موسم مش عارفين يسجل اللعيبه دي اصلا. مش عارفين يسجلهم. والله. بس احنا عندنا مشكله هتحصل. المدافع مشينا مارتينيز، مدافع مشيناه راح النصر.
صحيح انا ناسي ماشي، ناسي فدي هتعمل الموضوع لك ده. ازمه برضه. كواليتي اللعيب ده كان برضه الواد ده كان خبره، وكان لعيب قوي وجرينتا كان قوي والكلام ده. جدا، عنده اه جرينتا مم. فظيعه. ف لا ف لعيب بيلعب باستقتال وكل حاجه، مم. فانا ما اعرفش المعلومه دي ده الصراحه. هو لسه رايح الاسبوع ده، والله لسه العظيم. رايح النصر. اه فدي هتلعبوا باروخو بقى. اروخو. كل ما تنزلوا وانتم منزلين اروخو. اروخو. طب انت تتوقع مين بقى اول تاني تالت؟ فانا تمني مش توقع. أيوة. صراحه ريال مدريد، برشلونه، اتلتيكو. ايوه، لا هو برشلونه هياخد الدوري السنه دي. ان شاء الله. لا برشلونه هياخد الدوري السنه دي، وريال مدريد ممكن ما تلاقوش التاني اصلا السنه دي. ريال مدريد السنه دي لو فضل بنفس الاداء بتاع السنه اللي فاتت والبتاع ده ممكن زي ما انت بتقول. انا يعني بقول لو لك مش فعلا هيعملوا حاجه السنه دي، انا متاكد. لو الخط النص فضل زي ما هو وادائنا فضل زي او فينيسيوس ما تراجعش على اللي هو فيه او النفسيه بتاعته دي. فالدنيا في البلاله خالص يعني. لان فعلا انت سكواد قوي وكل حاجه. وبرده رودريجو احنا ما عملناش فيه حاجه، احنا سايبينه هو على الدكه موجود كده. بس عايز اقول لك على حاجه صحيح، ده رودريجو جوارديولا عايزه دلوقتي. ايه اليومين دول جوارديولا بيقول لك انا عايزه. كله من زمان يا باشا، من زمان كان بيقول لك ارسنال ومانشستر سيتي بيتخانقوا على رودريجو، طالبين فيه رقم كبير قوي. انا بتكلم في 100. ما 100 رقم حلو قوي في رودريجو، ما يمشوه. هو بقى مش عايز يمشي. هو مش عايز يمشي على الدكه. هو اللعيب مش عايز يمشي يا باشا، هو مركون على الدكه. هو مش عايز يمشي، مركون على الدكه، ركنه بنت لذينه، ولا انت بتستفاد فيه كريال مدريد ولا بتاخد فلوس منه ماديات. فلا بيعه يا اما تلعبه. على فكره رودريجو بيلعب وينج شمال قوي جدا اقسم بالله، وبيخش وبيخترق وغشيم. لا لعيب حلو، لعيب حلو. انا شايف ان ريال مدريد مش مستغل اللعيب ده، بقاله سنتين مش مستغله خالص يعني. يلا خير، هيبيعه احسن يعني. خير، نتمنى ذلك ان شاء الله. دوري ايطالي انا اتمنى انتر، لاني من مشجعين الانتر يعني. تمام. انتر، اي سي ميلان، روما يعني، او نابولي، لان نابولي بطل الدوري السنه دي كمان السنه اللي فاتت. فيعني وبرضو دعموا صفوفهم بالخبره والكواليتي والحاج اسمه ده دي بروين. فممكن يؤدي يعمل تغيير في الفرقه. مين تاني؟ الدوري الالماني هو بايرن وبروسيا يعني. ما اظنش ان في حد بيطلع. بايرن بطل الدوري برضه يعني السنه دي، ما فيهوش اي حاجه على طول يعني. بس على فكره عايز اقول لك حاجه، الدوري الايطالي هيبقى السنه دي احلى من من اي دوري السنه. نابولي واليوفي مدعمين صفوفهم كويس. هتلاقي نابولي فرقه قويه قوي قوي السنه دي، بطل الدوري، وهتلاقيه فرقه واقفه عندها استقرار المدرب والكلام ده كله. اليوفي هيخش السنه دي كويس برضه. الميلان هيخش المنافسه السنه دي. الميلان ليه؟ عشان أليجري المدرب جابه. أليجري راجل خبره عنده اكسبيرينس وراجل مدرب قوي جدا. هو الفكره ان هو اصلا مشكله الانتر دلوقتي في المدرب. يعني انتر دلوقتي الانتر هو اللي هيخش في مرحله الانهيار، عشان انزاجي راح مشي. وانزاجي ده كان عامل فرق كبير جدا في التيم. يعني انزاجي كان مغير شكل التيم وكل حاجه. بس يعني انا مش عارف هيعملوا ايه السنه دي. بس انا اتمنى ان هم يظبطوا الدنيا السنه دي ويبقوا زي السنه اللي فاتت على الاقل. لو يعني لحقوا رابع يبقى كويس يا عم، اول ان شاء الله. ماشي. وبكده نكون نهينا الكلام في الفقره العالميه. طبعا الكلام مش كتير لان لسه ما بدأناش اي حاجه، كلها توقعات وتخمينات. بس ان شاء الله الفقرات الجايه هيكون في كلام اكتر. ويا ريت لو حد عنده تخمينات مين اللي هياخد الدوريات الاربعه اللي احنا اتكلمنا فيهم يخش معانا، او يأيد راي كابتن يحيى او يأيد رايي انا، ايا كان. ويحبذا يكون يأيد رايي. فاللي عنده راي او عنده راي مختلف عادي يقوله في الكومنتات واحنا هنرد عليكم ان شاء الله. وان شاء الله مسابقه فقره فانتزي ان احنا عاملين جروب للفانتزي هنسميه كوره كاست. وان شاء الله الجروب ده هندخل فيه كل المتابعين بتوعنا، وبالاضافه ان هيبقى فيه جوائز ان شاء الله في نهايه الموسم للاول والثاني والثالث. فما تنسوش تشتركوا، اللينك هيظهر قدامكم، واشتركوا وخشوا. وان شاء الله الجوائز هتبقى قيمه ان شاء الله في اخر الموسم. كده نكون خلصنا حلقتنا. لو انت بتتابعنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب. لو انت بتتابعنا على فيسبوك او الانستجرام ما تنساش تعمل لنا فولو، شير ولايك.